بوسائل إعلامها ومحب الآثار الفرعونية والمهتمين بعلوم المصريات في العالم أجمع إلى مصر وبالتحديد إلى الأقصر. من المنتظر في 4 من شهر نوفمبر المقبل أن يتم الإعلان عن ما ستقوم به وزارة الآثار المصرية بالاتفاق مع نيكولاس ريفز أستاذ المصريات بجامعة أريزونا الأمريكية، والذي كان صاحب فرضية معينة حول مقبرة نفرتيتي، بالإعلان عن نتائج هذه الفرضية وصبر أغوارها خلال الشهور الجارية. معنا الآن للحديث عن هذه الفرضية عما إذا كانت تتفق مع صحيح التاريخ الباحث الأثري الأستاذ عماد مهدي. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ عماد. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ عماد، عايزين نفهم يعني نيكولاس ريفز أطلع علينا منذ عدة أسابيع وهو أستاذ المصريات بجامعة أريزونا الأمريكية، وقال إن غرفة الدفن التي وجدت بها كنوز توت عنخ آمون لا تخص توت عنخ آمون وحده، بل تحوي في جوفها جثمان الملكة نفرتيتي، وأنه ربما دفن في هذه الغرفة في عجالة لموته المفاجئ. يعني كيف استقبلت مثل هذا الخبر الذي تناقلته واهتمت به وسائل الإعلام الإعلامية؟ هو طبعا الباحث الإنجليزي نيكولاس ريفز استخلص في تل العمارنة 2002. فكان عمل عملية تصوير ضوئي لمقبرة توت عنخ آمون، فحولها إلى الأبيض والأسود، فاكتشف إن في نتوءات موجودة على جدران المقبرة وغرفة الدفن، وزي ما يكون في كحد بيبان، يعني حد باب كده. فهو دلوقتي رسم فرضية إن يكون ورا هذا الحد في غرفتين موجودين، وهيبدأ يعمل عملية مسح الراداري باستخدام تقنية الGPR اللي بتحدد فعلا ان في تجويفات وفي غرف موجودة في المقبرة. طبعا ده نظرية تحترم ونظرية كبيرة جدا وتعمل انقلاب في علم المصريات، ونتمنى فعلا ان هي تكون نفرتيتي اللي هي يشاع خطأ. انا اشكرك لانك بتقول توت عنخ آمون وبتقول نفرتيتي، يعني لان لديك الجرأة على ان تنطق، طبعا انت الكبير فلديك الجرأة على ان تنطق الاسماء بصحيحها اللغوي. توت عنخ آمون هو الاسم الصحيح لتوت عنخ آمون المعروف، يعني مشهور بهذا الاسم، وايضا نفرتيتي الاسم الصحيح لها نفرتيتي. نعم مظبوط، نفرتيتي ومعناها الجميلة أبد. جميل. ودي طبعا كانت زوجة اخناتون اللي هو من حتب الرابع. نعم. ولكن يعني اسمحي لي ان انا يعني اقول رايي في هذه النظريه. ايوه احنا جاي يعني احنا عايزين نسمع رايك يا استاذ عماد، لان في الحقيقه عالم مصريات دكتور احمد صالح قال ان مقبره توت عنخ آمون لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالملكة نفرتيتي، لأنه لا صلة قرابة، وأن الرسومات المصرية القديمة على الجدران تظهر فيها نفرتيتي إلا بصحبة بنات، هي لم تنجب سوى بنات. فأنا عايز أسمع رأي حضرتك في صحة هذه الفرضية في إطار صحيح التاريخ. هو مظبوط الكلام اللي قاله الدكتور احمد صالح، لان نفرتيتي فعلا انجبت 6 بنات، ولكن هي تبقى زوجة اخناتون اللي هو يعني مرات ابو توت عنخ آمون، ولكن هي امه تبقى كيا. فلو قلنا انها هتدفن الملكه ام الملك جنبه بجواره، فالمفترض ان اللي تكون موجوده هي كيا مش نفرتيتي. ولكن برضو انا ليا نظريه ان من رابع المستحيلات ان اخناتون ونفرتيتي يرجعوا الى طيبه، لان طبعا احنا عارفين ان اخناتون كان بيدعو الى التوحيد ودخل في صراع ودخل في صراع ديني كبير جدا مع كهنه امون، وما قدرش يسيطر عليهم، وطبعا لكن نفوذهم قوي جدا طبعا، يعني الديانه بتعود الى 7000 سنه، فمش معقوله تيجي انت اخناتون تغير ديت وتوحدها تحت اله واحد. فاخناتون ارتحل بزوجته والاسره ومعاهم توت عنخ آمون، وكان اسمه توت عنخ آتون، واخد بال حضرتك؟ وارتحل الى تل العمارنة في المنيا، واسس المدعاش هناك ومات في تل العمارنة. ورابع المستحيلات ان هو يرجع الى طيبة، لان اكيد كانوا كهنة آمون هيمثلوا بجثمان الملك وجثمان كل افراد الاسرة. فكان صعب جدا ان هو يرجع ويدفن في تل في منطقه طيبه. وكمان احنا عندنا وادي الملوك ووادي الملكات، فمن الارجح ان لو نفرتيتي هتدفن في وادي الملكات مش هتدفن في وادي الملوك. زائد ان مفيش في عصر الاسره ال 18 موضوع الغرف القبر المشتركه ما بين الملوك وبعضهم، لا دي ما ظهرتش في الاسره ال 18. يعني حتى نظريته انه مات في عجاله او انه دفن في عجاله بعد موت مفاجئ، دي نظريه يعني لا يقبلها منطق دارسي المصريات. بالظبط. واحنا بقى حاجه غير معتاده او غير تقليديه في مصر القديمه. غير تقليديه. بعدين انا برضه ليا وجهه نظر هنا، بقول ان توت عنخ آمون
مات صغير ومات موت مفاجئ. فحتى لو بصينا في مقبره توت عنخ امون هنلاقي ان مفيش الرسومات اللي على الجدران مش بالحفر الغائر، لا دي عباره عن رسومات اترسمت بسرعه. فممكن يكون فعلا كان في غرفتين في المقبره هتجهز، اللي بمجرد ان الملك ما بيعتلي العرش كان بيجهز المقبره بتاعته. فممكن ما لحقوش ان هم يكملوا بقيه الغرف فقفلوها بالجص اللي هو زي المحاره كده، طبقه المحاره، واتقفلت هذه الغرف. وهي المقابر في وادي الملوك في المعتاد بتكون اكثر من غرفه، مش غرفه واحده. بتبقى في اكثر من غرفه فعلا، بس طبعا لو الموت مفاجئ للملك والاوضه مش مجهزه فمش هيقدر يكملها. فعشان كده لو دخلنا المتحف المصري هنلاقي فيه نواميس خشبيه كثيره، يعني زي ما نقول كده بديله للغرف. وكان موجود فيها الجثمان، وكان موجود فيها الموميا، وموجود فيها التابوت بتاع الملك اللي هو يعني كأن الصعاد بالغرف بحاجه زي دواليب او بالظبط كده. ايوه بالظبط، غرفه كبيره خشب كده، والصعاد دي الغرف اللي كانت المفروض تبقى موجوده في المقبره اللي ما كانوش لحقوا. فانا بقترح ان لو فعلا في غرف كانت موجوده هتبقى غرف موجوده فعلا، بس ما قدرش يجهزها لاستقبال الجثمان بشكل كبير. بالظبط، فاتقفلت هذه الغرف. فاحنا طبعا نتمنى طبعا الاكتشاف وكل نعثر على جثمان الملكه نفرتيتي، نقبل تحقيق نظريته، ولكن المنطق بشكرك على الجمله دي والله، لان فعلا يعني هو اللي بنتكلم عنه هو تفنيد للنظريه او الفرضيه، لكن من جوانا طبعا كلنا بنتمنى ان يحصل اكتشافات اثريه جديده في مصر. ويا ريت نلاقي يعني مقبره نفرتيتي، لان جرى البحث عنها لسنوات عده، وتم الارتياب في عده مومياوات وصلت للمتحف المصري، ولكن في النهايه لم نعرف اين دفنت على وجه التحديد نفرتيتي. وعايز اضيف برضه يعني استيائي من موضوع حصل كده في المؤتمر الصحفي دوت. اتفضل يا فندم. يعني حضرتك احنا النهارده كان العلماء الغرب دايما كانوا محتكرين علم المصريات في القرن ال17، فاحنا النهارده الباحثين المصريين وعلماء اثار مصريين احنا اولى باكتشاف حضارتنا. اللي حصل في المؤتمر الصحفي بعد بيع تمثال فخم كا الشهير اللي حصل في مزادات انجلترا طبعا، كان المفروض ان احنا هنستغل هذا المؤتمر ونعلن عن غضبنا لبيع حضارتنا في انجلترا. مش نستقبل عالم بريطاني الاستقبال الحافل دوت دون ابداء يعني استيائنا من اللي حصل دوت. يعني كنت تتصور ان يتم استغلال المؤتمر الصحفي طبعا ولا غضاضه في ان نستقبل عالم مصريات عنده فرضيه نتاكد منها، لكن احنا نرحب بيهم ونتعاون مع بعض. هم عندهم تقنيات حديثه، احنا عندنا خبره برضو، يعني يبقى في تعاون مثمر ما بيننا وبين بعضنا. ولكن كان لازم الدكتور ممدوح الضماطي وانا اعاتب عليه ان يجي لهذا المؤتمر ويعلن غضب مصر بصفته المنوط بحمايه تراث مصر قدام الصحفيين العالم كلهم ان احنا غضبانين من بيع الاثار. عايز اقول لحضرتك ان اول امبارح يوم 1 اكتوبر تقريبا صارت مزادات كريستي حوالي 43 قطعه مصريه تاني بعد سخن كام. بلغت المبالغ بتاعتها حوالي $1,400,000، يعني مبلغ بخس قوي انك تبيع حضاره دوله وحضاره شعب. ومنها برضو قطعه اثريه لميريت ايتن من دوله من الاسره الملك اخناتون اللي احنا بنتكلم عليه المقبره ديت والموضوع الشاغل حاليا. طيب انا عايزه اسالك كمان، يعني عالم المصريات حين وضع فرضيه، والفرضيه سيتم التاكد منها من خلال بعض الاجراءات، هل هذه المسح الضوئي هل هذه الإجراءات قد تكون مضرة بما هو موجود بالفعل من كنوز داخل المقبرة من رسوم ونقوش على الجدران وما إلى ذلك، أم أن هذا إجراء متعارف عليه دوليا فيما يتعلق بالتعرف على وجود أبواب سرية وما إلى ذلك داخل المقابر؟ بص، على مجرد دخول أعداد كبيرة المقبرة والتنفس ببخار المية ده بيضر بالرسوم. حساسه جدا طبعا. الاضواء بتاعت فلاشات الكاميرات بتضر بالرسومات اللي موجوده في المقبره. لكن في حاله المسح الضوئي هل هيكون ليه تاثير؟ يعني بالتاكيد مش هيدخلوا اعداد كبيره، لكن لو جرى مسح ضوئي مع توخي المحاذير دي. اكيد طبعا. اللجنه الدائمه للاثار طبعا هتحط معايير السلامه اللي هتتم في عمليه المسح الضوئي دوت. واكيد طبعا في اجهزه حديثه، وفي اعتقد ان الشركه الاسبانيه متحمله مجال هتقوم بعمليه المسح. ولكن بقى احنا بقى اللي يهمنا بعد عمليه المسح وتاكد ان في غرف.
هل لو دخل من غرفه الدفن طبعا هيحصل ضرر اكيد. فكان في اقتراح قاله الاستاذ بسام الشماع، انا رافع هذا الاقتراح، ان يتم الدخول من خلف المقبره حتى عن طريق دهليز طويل، وان احنا ما نضرش المقبره من الدخول. صحيح، ده اقتراح عبقري، لان فعلا ده اقتراح جميل قاله الاستاذ بسام الشماع، وانا ارجح هذا الاقتراح وايده برضه. احنا بنضم صوتنا في الحقيقه لصوتكم، لان بالفعل اي احداث اي فتحات في مقبره توت عنخ امون او توت عنخ امون كما نعرفه وكما هو شهير بيننا، هيكون في ضرر مؤكد على النقوش والرسوم الموجوده على الجدران، ودي حاجات ما يعني لا تعوض، لكن يمكن الاستعاضه عن الدخول من داخل المقبره بالفعل من خلال اي منفذ اخر خارجي. أنا بشكر ليك جزيل الشكر أستاذ عماد مهدي هذه الإطلالة على مستمعينا، لكن لي سؤال أخير. هي الملكة نفرتيتي واللي زي ما حضرتك ما ذكرت كانت موجودة في تل العمارنة مع أخناتون، ثم أوردت كتب التاريخ اختفائها فجأة، يعني لم نعرف كيف توفيت أو ما إلى ذلك، تصحح لي المعلومة إن كنت مخطئة. هي توفيت في العام ال 12 للعام 14 من حكم الملك اخناتون. لكن أين انما الأسرة ال 18 يعني هي طبعا الأسرة الذهبية في مصر القديمة، ولكن المرحلة بتاعت تل العمارنة فيها غموض كبير جدا، يعني لحد النهارده احنا مش عارفين فين جثمان اخناتون ونفرتيتي. جثمان يعني طريقة الوفاة للملك توت عنخ آمون في شبابه الصغير ده، هل مات مقتول؟ هل الوزير هو يعني اختطف منه الحكم وهو صاحب هو اللي قتله؟ ففي غموض كتير جدا، واحنا نتمنى ان احنا الموضوع دوت يخلينا كعلماء مصريات ان احنا نعيد دراسة هذه الأسرة واكتشاف الجديد فيها، والحضارة المصرية ما زال فيها الكثير والكثير من الغموض. احنا نتمنى ان نيكولاس ريفز فرضيته دي يكون فتح شهية علماء المصريات المصريين بقى ان هم ينزلوا تل العمارنة ويبداوا يبحثوا عن المقبرة الحقيقية لنفرتيتي، وده ما يمنعش اننا لو وجدنا مقبرة الملكة نفرتيتي متاخمة لمقبرة توت عنخ آمون، ده لا يقلل من فرحتنا ابدا. اي كشف اثري هيزيد من فرحتنا كمصريين، وبنشكر ليك جزيل الشكر مرة ثانية استاذ عماد هذه المداخلة الجميلة على مستمع البرنامج الثقافي. شكرا لك. شكرا.